مهدي محمد عباس متهم بعدة جرائم: قتل، سلب، سرقة، مدمن مخدرات، وكان مختفي عن الأنظار وهارب، إلى أن تم إلقاء القبض عليه بعد المتابعة والجهد الاستخباري. أنا أكثر واحد بهذا العالم يعرفك أنت منه. أنت اللي تحب نفسك وبس، وتهتم بنفسك وبس، وأنا صار لازم أهتم بنفسي وأحبها. علاوي، لا تخليني أطلع من طوري علاوي. أنت ما تقدر تقتلني. ليش؟ لأن أنت ضعيف ضعيف. ما طلعنا من السجن صارت الحرب وسقط النظام. الحقير اي خالو، وصار بعدين. اسمع، انت ما تهددني، عرفت لو لا؟ انا صفوة الحوت، ما تقدر تشتغل بدوني. ترى اني حتى لو ما جايبيني جامعتك كان جيت بنفسي. احكي ايش عندك؟ انا مستعد كل شيء اسويه في سبيل امك تطلع سالمه. اذا قاعد تلعب وياي تعرف شو يصير مصيرك. لما القدر انطاك فرصة تعيش ما استغليت هاي الفرصة، لا أبد. تعرف ليش؟ لأن أنت واحد أعوج، رجعت مثل قبل وأنقص. أني ما أتشرف بيك وأنت مو أخويا. شاهد على روحك. أنا بيدي واقف قدامك دم ولحمي. لا تتقرب، أبقى معي. أنت منو؟ أحس روحي مثل هذا البلد، قوي بس ما بي روح، غني بس جوعان، بي كل مبررات الحياة بس ما عايشها، خايف كل شي ما له طعم، حلقي مر حتى لو آكل كيس تمر، حياتي سريعة مثل الطلقة. طيب بس ما يبين علي الخوف، من كل شيء أخاف، وما عندي ثقة بأي واحد حتى بنفسي، ومرات أحس روحي ماكينة قديمة وقاع مهجورة. أنا حزين دكتورة من كل قلبي وما أعرف ليش، مع العلم أنا ما حارم نفسي من أي شيء، كل شيء اللي أريد أسويه. مع هذا زين أنت شلون تحس أني راح أقدر أساعدك؟ مع حبيبي، قل له للحجة مالتك مو أنا اللي أتهدد، أنا صفوة الحوت. 59 دقيقة و10 ثواني. شوف أستاذ، هاي تعتبر جلستك الأولى، بس أنا عندي طلبين. الأول تجاوبني على كل الأسئلة، والثاني تحكي لي كل شيء ومنظم عني شيء. اسمع اليون، اسمع انت، انا ما خابرتك حتى اعطيك فرصة، لا انا خابرتك حتى اقول لك في مال لا. ترى اني احب كل اللي يشتغلون وياي، ومرة ثانية راح اقول لك اودعناك وسلم لي على بشير.